لما طلعت زكريا فكري الناس بشغلك اللي عملتيه وانجزتيه في التلفزيون. انا اشتغلت طبعا، بدايتي كانت مع بابا. كنت عملت معاه سهرة درامية كده، كانت بتيجي على قنوات زمان اللي هي السهرة الدرامية اللي كانت مدتها ساعتين وحاجات كده. فعملت معاه التجربة دي وتوقفت طبعا عشان ما كانش عايزني اكمل في المجال ده لغاية ما اخلص دراستي. وساعتها ميولي هتبان بقى، انا هدرس في الفن ولا هبقى كارير تاني. وبعد كده توقفت شوية لغاية ما جالي معاه برضو سيت كوم، كان اسمه حامد قلبه جامد. اترشحت برضو عن طريق الانتاج معاه، واشتغلنا السيت كوم ده، بس يعني لسه ما نزلش لغايه دلوقتي. فتقريبا يعني ماليش حظ ان انا اتشاف مع بابا دلوقتي، يعني حاسه ان ربنا مأخر ده دلوقتي شويه. واشتغلت مع الفنان سمير غانم طبعا، يعني مربي اجيال طبعا كتير. اشتغلت معاه مسرحيه اسمها ترى لملم، لسه مخلصين عرضها يعني من حوالي كذا شهر. ومن المسرح جالي مسلسل الزوجة الرابعة، كنت بعمل دور السكرتيرة بتاعت مصطفى شعبان المحجبة. علاقتك بعمر ايه؟ اخويا الصغير يعني هو اصغر منك في العمر. علاقتك ايه بالاستاذة شيرين المنزلاوي زوجة والدك؟ علاقة محترمة جدا طبعا وكويسة، لان دي مرات بابا. ليه الفن باستمرار بيعلق كتير قوي في الافلام على مرات الاب بقسوتها وانها خالص والله. هو في الحياة الطبيعية طبعا بيرجع للأب، يعني بيرجع للأب ازاي يخليها مثلا تتعامل معايا كويس او تتعامل معايا وحش. بس هي يعني الحمد لله انسانة كويسة. علاقتك ايه بهنا وفرح؟ علاقة كويسة جدا برضو يعني. ليه ما شفتهمش الليلة معانا؟ لا مش موجودين، عندهم شغل بره فمش موجودين النهارده. بتحسي انه طلعت زكريا غضوب؟ مش دايما. يفهم في الستات؟ يعني لا مش عجباني يعني دي. مش عجباني يعني دي. والله يعني على حسب. لا ما انا لازم افهم. يعني الناس اللي بتشوفنا هتقول ان أميمة قالت يعني. سألتها تاني لا فهميني اوضح، فقالت يعني. بابا شاطر يفهم في الستات قوي في الموضوع. طيب يفهم في الستات ولا يفهم في الحب؟ طبعا في فرق. انت طبعا تدركي ان ممكن راجل يبقى دونجوان ولكنه لا يعرف المرأة، ولا انا غلطان؟ اكيد طبعا. مش كده؟ طيب هل هو يعرف المرأة ولا هو شاطر في الحب؟ لا هو بابا بيعرف المرأة كويس جدا. بيعرف المرأة كويس جدا. بيعرف يعملها؟ يعني ايه حكاية يعني دي؟ عشان انا هتضرب بعد ما اخلص. ليه تتضربي ليه؟ تتضربي ليه؟ يعني انت لما تكوني، هل هو الصراحة ده هو صراحته منقطعة النظير، مش كده؟ طيب يعني اعتقد ان بنته لازم تبقى عندها نفس الصراحة. طبعا.